السلام عليكم. اليوم غادي نهضر على الموضوع اللي دار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. نوفل موسى، والمعروف أكثر باسم صوفيا طالوني، قدم اعتذار علني وصادق وأعلن عن توبته. في بث مباشر عبر نوفل عن ندمه الشديد على أفعاله السابقة والرسائل اللي كان كيشاركها على الإنترنت، واعترف أن المحتوى دياله السابق كان ضار وما كانش كينفع المجتمع أو كيحترم القيم الأخلاقية. بعد فترة من التفكير والتأمل أدرك نوفل تأثير كلامه وقرر يغير طريقه. كانت رسالة نوفل واضحة وصادقة: كان أعتذر من أي واحد تأثر سلبا باللي شاركت في الماضي. كنفهم دابا أن الطريق اللي كنت غادي فيها خطأ، وكنطلب السماحة من الله ومنكم كاملين. ردود الفعل على إعلان نوفل كانت متنوعة. بعض الناس أبدوا دعمهم واحترامهم لقراره بالتغيير، والبعض الآخر حس بأن الاعتذار جاء متأخر نظراً للتأثير الكبير اللي كانت عند صوفيا طالوني على المجتمع المغربي وخارجه. هذه القصة تذكرنا أن التغيير ممكن، وأن الاعتراف بالأخطاء هو أول خطوة لإصلاح الأمور. سواء كنت كتدعم قرار نوفل أو لا، رحلة التفكير والتوبة ديالو كتعطينا درس مهم في النمو الشخصي والتحمل المسؤولية. شكرا على المشاهدة، وخليوا رأيكم في التعليقات. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة لمزيد من الأخبار. نتلاقى في فيديو جديد.